بلد أول ما تدخلها تشم ريحة البصل في الهواء، دي المنوفية. غيطان مليانة خير ومحصول بيطلع من هنا لبيوت مصر وبره كمان. من غير بصل مفيش أكل ليه طعم، تلاقيه في الفول والخضار والمحشي وكل سفرة مصرية. واللي يعرف المنوفية فاهم المعنى ده، لأن البصل هناك مش بس محصول، دي حكاية غيطان مليانة خير ونجاح خلاهم أوائل المحافظات في زراعته وإنتاجه. عايز تعرف إزاي؟ كمل معانا الفيديو للآخر. البصل يا جماعة مش أي محصول وخلاص، ده واحد من أهم المحاصيل اللي بتتزرع في محافظة المنوفية، وكمان بتعتبر المحافظة من أوائل المحافظات في إنتاجه على مستوى الجمهورية كلها، وخصوصا في مركز السادات. هناك الأراضي واسعة والمزارعين بيهتموا بزراعته في مساحات كبيرة، علشان ببساطة هو محصول ما ينفعش نستغنى عنه في حياتنا اليومية. مفيش أكلة بتتعمل من غيره. لو نزلت أي بلد أو قرية في المنوفية هتلاقي إن البصل متوزع في كل مكان، من أول الغيطان الكبيرة لحد صغار الفلاحين اللي بيزرعوا حتى قيراط صغير علشان يكفي احتياجات بيتهم. لأن البصل زي ما كلنا عارفين بيتاكل طول السنة، ومفيش بيت ما فيهوش بصل. موسم زراعة البصل بيبدأ من نص ديسمبر، والمزارعين يفضلوا شغالين فيه لحد آخر مايو. واللي بيميز المنوفية إنها بتزرع كل الأنواع تقريبا، الأبيض والأحمر، ودول منتشرين جدا. غير كده كمان البصل الأصفر اللي لونه شبه الذهب وبيجذب العين. وطبعا كل نوع ليه جمهوره وله اللي بيطلبوه، سواء في السوق المحلي أو التصدير. الجميل في البصل إنه مش زي محاصيل تانية محتاجة رعاية خاصة ومية كتير. البصل محتاج رعاية في أول 3 شهور من زراعته، لكن في موضوع الري هو من أبسط المحاصيل. يعني خلال دورة زراعته كلها مش بيحتاج غير 3 ريات بس، وده طبعا ميزة كبيرة للفلاح اللي بيوفر له وقت ومجهود. ومن الطرائف اللي بتحصل مع الفلاحين في المنوفية إنهم ساعات يزرعوا البصل جوه غيطان الفاصوليا الصيفي، وده بيساعدهم على الاستفادة من الأرض بشكل أكبر. البصل كمان من المحاصيل اللي بتدي إنتاجية عالية جدا لو اتراعى صح. يعني الفدان الواحد ممكن يدي من 20 ل 22 طن، وده رقم كبير يخلي الفلاح مبسوط بتعبه. وميزة البصل كمان إنه بيوزن بعد الحصاد، يعني الفدان بيطلع محصول تقيل يخلي العائد مجزي. المنوفية عموما من المحافظات اللي فيها مساحات واسعة للبصل، لكن مركز السادات له الصدارة في الموضوع ده. هناك الإنتاج عالي والأراضي خصبة، والمزارعين عندهم خبرة في التعامل مع المحصول ده. وعادة الحصاد بيكون في فصل الصيف، والجو وقتها بيكون مناسب لتخزين وتجفيف البصل. واللي يخلي البصل مهم قوي إن الناس بتستخدمه في كل الأكلات طول السنة. يعني مفيش طبيخ من غير بصل، سواء محشي أو صينية أو حتى طبق فول لازم تحط بصل، وعلشان كده الطلب عليه ما بيخلص. وده يخلي الفلاح ضامن إن محاصيله كلها هتتباع. وحسب اليوم السابع الدولة كمان بتدي دعم للفلاحين علشان يشجعوهم على زيادة الإنتاج. في أسمدة مدعمة بتتوفر لهم، وكمان لجان متابعة من الزراعة بتنزل الغيطان علشان تقدم إرشادات للمزارعين إزاي يسقوا، إمتى يحصدوا، وإيه نوع السماد المناسب. وده كله بيخلي المحصول يطلع بجودة عالية، سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير بره مصر. وبالأرقام المحافظة كلها فيها تقريبا 3000 فدان مزروعين بصل، وده رقم كبير يخلي المنوفية من المحافظات الرائدة فعلا في المحصول ده. واللي عاوز يتأكد من ده يروح يشوف بعينه في السادات أو القرى حوالينها، هيلاقي غيطان البصل ملهاش نهاية. في النهاية البصل مش مجرد خضار عادي، ده محصول استراتيجي مهم بيشغل آلاف من المزارعين وبيأمن قوت بيوت كتير، غير إنه مصدر دخل محترم للفلاح ومكون أساسي على مائدة المصريين طول السنة. والمنوفية والسادات تحديدا بيثبتوا يوم بعد يوم إنهم أساس زراعة البصل في الجمهورية كلها.